السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للجميع. قبل ما ندخل في الموضوع، شوفوا هذا الفيديو هذا. أنت اهم، الذي أنت شعبك الذي يموت، وأنت اهم، شعبك الذي لم يتمكن من الحصول على غذائه. لما يصل السكان ولم يجدوا اهم، أينما يتوجهون، ولا يحصلون على الأكل، ولا يحصلون على الشرب، ولا على المسكن، فالأكيد أن الشعب سينتفض. نعم، هذه قناة دولة مسلمة تدعي أنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وتدعي أنها تسعى إلى تحرير فلسطين. هؤلاء يدعون أنهم مسلمون، ويكذبون ويلفقون ويزورون ويتآمرون على المغرب ليل ونهار، إلى درجة أن أصبحت كل التلفازات الرسمية الجزائرية، لا الرسمية ولا الخاصة، لا يتكلمون إلا عن المغربي، عن المروك المخزن القجع القجع. ما كيتكلموش على المشاكل ديال بلادهم، ما كيعالجوش المشاكل ديال بلادهم. أنا لو أنهم نقلوا الخبر كما هو عادي جدا، أنا نقدر نقبلها منهم، ولكن تأكدوا أن كل ما يقولونه كله تلفيق وتزوير واتهام وكذب وتلفيق. فهؤلاء الناس سمعتوا اش قال؟ قال لك بان السبب ديال الهجره ديال المغاربه الى سبته، السبب هو الجوع. الجوع فيه شكون كيتكلم على الجوع؟ قال لك السفيه دائما يتحدث بما فيه، لا يتكلم عن الجوع الا الجائع الغارق في ذل الطوابير ديال الحليب، ديال العدس، ديال اللوبيه، ديال الملحه، ديال العجله، ديال كل من هي حاجه. هذا هو اللي عايش في الجوع. لان قبل ما نفصل في الموضوع نبدا نعرفوا ما معنى الجوع. الجوع هو انك تمشي تخرج وتبغي تشري وما تلقاش ما تشري. هذا هو الدوله اللي كتعيش الجوع. المغرب الحمد لله تخرج، المغرب الحمد لله تخرج تشري اي حاجه بغيتيها. كون واحد كيشري على حساب المدخول ديالو، على حساب المستوى ديالو. وهادشي راه في كل العالم، كل العالم فيه الاغنياء، فيه الطبقه المتوسطه، فيه الطبقه الفقيره، وكل واحد كيشري وكيعيش على حساب المستوى ديالو. شي عادي جدا. راه الاشكاليه انت يا جزائري، يا اللي عندك يا دوله البترول والغاز، اللي انت باش تفطر خاصك تمشي تخرج انت ولا تصيفط العجوز والعجاجات دير لك الطوابير باش تشري لك اطره الحليب نص نهار باش تفطر، لان فطورك عباره عن فطور فرنسي يعتمد كرواسا، كاس قهوه الحليب وكرواسا، او لا كاس قهوه حليب وبتي بان. هذا هو فطورك. اما فطور المغربي والله ما قدر عليه، قسما بالله ما قدر عليه. اقول واعيد ان الجوع يوجد في الجزائر. تظاهرات عندكم من اجل الجوع، انت ما تقدرش تخرج. اللي تظاهروا خرجوا وما بالجوع. تحرك فينا اسمع ايادي اجنبيه وما يحرك فينا حتى واحد. اسمع نحن يحرك فينا الجوع تا وليداتنا برك، يحرك فينا الجوع تا وليداتنا. وما دامنا قاعدين نناضلوا بطرق سلميه انا ما نحبسوش وما راح نحبسو، لانه واحد خرجوا الجوع او ما يحبسش. يا سيادة رئيس الجمهورية ولادنا راهم يجوعوا. اش خرجهم؟ خرجوا بالجوع. حنا المغاربه فاش خرج ذاك جيل الزيد ما تكلم على الخبز، ما تكلم على الجوع، كان ينادي الى تجويد التعليم والصحه. شتي فين وصلنا حنايا؟ شتي فين وصلنا؟ هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نتوما ما تقدرش تخرج بلادك، وهادو اللي خرجوا راه غير تبقى مخبيه في شي بلاصه تدوز ديك الدوره ديالو. انا باش يخرج للشارع راه لا يمكن، ممنوع منعا كليا. لذلك شتان بيننا وبينكم. انتم اللي خرجتوا من اجل الجوع، وحنا المغاربه اللي وصلنا ليفو اخر كبار منكم، عالي منكم. الليفو ديالنا عالي، ديال تجاوزنا الخبز والاكل، تجاوزناه مراحل باش يخرج ديك الشاب مغربي كجيل الزيد وينادون الى تجويد التعليم والصحه. شي النيفو اللي وصلنا ليه. وبعاد عليكم، بعاد 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 اللي خارجين اللي خرجهم الجوع، واللي خرجهم انهم ينادون الى تجويد التعليم والصحه. شوفوا فين وصل المستوى ديال الشباب المغربي وديال المغربي. هذا هو الفرق بيننا وبينكم.
آخر ما نتحدث عنه هو أنتم ما بغيناش ننزلوا من النيفو، لكن انتم اضطرتونا اننا ننزلوا من النيفو ونوريكم حقيقتكم، ونوريكم مرأة جزائرية تقتات من القمامة. رغم أننا ما بغيش ننزل هذا المستوى هذا، ولكن انتم اضطرتونا اننا ننزلوا هذا المستوى. اسمع، قولي لي خالتي، انا مريا نجوز منا في الحومه تاعي، نعجن نشوفك في لابوبال. عايشة منها، لقط منها. أنا الله غالب على الزراري، والله الله غالب. كيفاش عايشه منها؟ واش تلقاي لقط خبز، نلقى خضرة. خبز تديه تاكلي؟ والله غير ناكلو، والله غير نلقى كي عندك تمشي أنني فرحان دابا ملي كنوريك هادشي. والله إلا كنوريه لك إلا مضطر وليس بطل، كنوري لك هادشي مضطرا وليس بطلا، لأن ديك المرأة ماشي الذنب ديالها، وإنما الذنب في النظام ديالك اللي خلى عوض أنه ينشغل بهذه المرأة هذه وبحالها كيشاغل بالمغاربة وبأحوال المغاربة ليل ونهار، عوض أنه يصرف الأموال ديال البترول والغاز في إطعام هاد السيدة هذه واش يوفر لها الكرامة تاكل ويوفر لها الكرامة، كيمشي كيصرف الأموال ديال البترول والغاز ديالك في معاداة المغرب وفي التهجم على المغرب وفي تمويل كل القنوات التلفزية وفي شراء الدمام من أجل الإضرار بالمغرب. وغادي نوريك عاوتاني الجزائريين كياكلوا في القمامة وسط الزبالة. يلا اسمع، دور تزيد نصورك بالوحدة، دور تزيد نصورك يسي الله قادر بهذه الحكاية، ربي يعطينا السكنة. والله عملت فيها وما يشوفوناك. بارك والله إلا كيضرب في القلب. بارك حيدي، لأنه من هو غارق في ذل الطوابير ديال كل من هي حاجة يجب عليه أن يستحيي من التحدث عن الجوع، وخاصة على المغاربة، لأنني أنا كمغربي من يغذي أوروبا كلها وحتى غرب إفريقيا، من موريتانيا، مالي، إلى السنغال، إلى بوركينا فاسو، إلى الكوت ديفوار. الخضرة ديالنا والفواكه ديالنا كتوصل لدوك الدول. أما في الخارج فما عليك، راك نتوما تبارك الله 12 مليون مهجرة من البلاد ديالها اللي ما عمركم هضرتوا عليهم، ما هي الأسباب اللي جعلت أن ثلث السكان ديال الجزائر هاربان من بلادها، وحتى إلا بغات ترجع ما كترجعش. سولوهم وشوفوا لي سوبر مارشي المادشة ديال من اللي كاينه، الخضره ديال من اللي كاينه، والحوت ديال من اللي كاين، والصناعه التقليديه ديال من اللي كاينه. قلت له كلشي ماد مروكو. بل تجاوزنا الاكل وبدينا دابا كتلقى السيارات ماد مروكو، واللي بيزيطاشي ماد مروكو، وملابس ماد مروكو وما الى ذلك، ما فيه التونيات ديال المنتخب ديال الجزائر ديالك ماد ان مروكو. لذلك يجب عليك أن تستحيي من يتكلم في الجوع عن دولة تستقبل أكثر من 20 مليون سائح، لأن الدول ما كتنجحش بالسب والشتم والتلفيق والتزوير وما ذلك. لا، ماش تبني بها دولة، لن تبني دولة في المواقع، ولن تصنع لك تاريخ ولا ثقافة ولا تراث في المواقع. شوفوا انا واش ما كنبغيش نبينو، ولكن مضطر. شوفوا الجزائري كيطلب سائحه كسره باش يشري خبز لولادو، كسره كيقول ليها كسره. شوفوا اش كنوري لكم، لا ماشي بطل، مضطر وليس بطل. اسمعوا، ما نشري كسره للثلاثه نتاع الدنيا، غير كسره. I don't understand. J'en ai pas de monnaie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. I don't understand. Pour acheter du pain. Oh, excuse me, do you speak English? لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إلا شتي إلا كيضر في القلب، أقسم بالله إلا كيضر في القلب. جزائري في بلاد الغاز والبترول وكيطلب سائحة باش تشري ليه الكسرة، الخبز أرخص ما يوجد في
بالله عليكم لا تستحيون، بالله عليكم لا تستحيون. هذا صحفي كيدير داك البرنامج ديال الاستضافه في عند الدول، غزار بزاف ديال الدول بما فيهم المغرب. المغرب مشى لواحد الخلع تلاقى واحد الراعي دخلو تبع ليه الدجاجه طلع فيه، مشى عند الجزائريين طلب من واحد انه واش يمكن يستضيفوا. تصور ان الاطفال الجزائريين عرفتش قالوا ليه؟ ويا القوري ويا القوري ماناش ملاح، ويا القوري ويا القوري ماناش ملاح. Ben écoute, je suis ravi aussi. كيقلب على اللي استضفوا، ساعة قالوا لي خلص علينا ما ناكلو، وكيتشكاو عليه يا القوري انا ما عندناش ملاح، خلص اليوم ما ياكلوها. شتي دولة البترول والغاز، هي دولة البترول والغاز. اقسم بالله العظيم لو انه اعيدت انتخابات تقرير المصير اللي ديال 62 لا طلبوا من فرنسا لا طلبوا انهم يبقوا فرنسيين، والله مين ينتخبوا، والله تيقولوا لفرنسا بقاي نريد ان نبقاو فرنسيين، لانهم ملي كانت فرنسا على الاقل بنات لهم واحد الدوله، كانت واحد النظافه، كاين واحد العيش الكريم، عكس ما يوجد الان. فالدوله الوحيده التي ماضيها احسن من حاضرها هو الجزائر في كل من هي حاجه. انا شفت الفيديوهات ديال الزيارات ديال دوغول لالجي، كانت الجي كتبان بحال اوروبا دابا، بحال اوروبا. وسير الالجي دابا شوفها كي دايره، مسخه مسخه مسخه. ثلاث دول في العالم موسخة زيمبابوي، بنغلاديش، الجزائر. لذلك أقول وأعيدها وأكررها، آخر من يتحدث عن القضية ديال الهجرة ولا ديال الحريق، وآخر من يتحدث عن الجوع وعن الخصاص هو الكائن الجزائري. انتهى الكلام. المغاربة دياولي ما تنساونيش، شجعوني، لايك، كومونتير، شير. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء إلى فرصة قادمة. تحياتي لكم جميعا، بارك الله عليكم.